عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية، وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد. شرفتوا ونورتوا القناة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بإذن الله النهاردة هنعمل فيه غدا شعبي واقتصادي جدا 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 بطريقة بسيطة وسهلة. المنيو بتاعنا إن شاء الله هنعمل فيه الشعرية المفلفلة الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنعمل البطاطس البانيه شكلها يفتح النفس وعامله زي الفراخ البانيه، وهنعمل كمان شوربه العدس بالشكل الجميل ده وبنقدم معاه البصل المحمر، وهنعمل كمان الملوخيه الناشفه زي ما حضراتكم شايفين اكنها خضره بالظبط، ومعانا كمان عصير برتقال وسلطه بلدي. يلا بينا ندخل في الفيديو ونشوف عملنا الطريقه ازاي. واول حاجه هعملها معايا العدس او شوربه العدس الاصفر. انا جبت هنا ربع كيلو من العدس الاصفر، طبعا نقيته وبعد كده غسلته كويس جدا لغايه ما الميه بتاعته بقت بيضه، وبعد كده حطيت عليه الميه ورفعته على النار، وحطيت معاه جزر وبصل وفصوص توم صحيحه، وحطيت كمان بطاطس، وحطيت طماطم من كل حاجه كده حبايه. بيبقى الخضار حلو قوي مع العدس. بندخله كده للاولاد، وكده كده ده كله هيتفرم فمش هيبان، لكن القيمه الغذائيه بتاعته تبقى جميله جدا. هسيبه بقى عشان يستوي وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. خلاص كده العدس استوى والخضار، هسيبه بقى يبرد وبعد كده هفرمه في الخلاط. بعد كده هعمل البطاطس البانيه. انا هنا معايا مقدار نص كيلو من البطاطس، هقطعها حلقات سميكه شويه وهسلقها يا دوب نص سلقه. ودلوقتي بقى هعمل لسان عصفور والشعريه بالثوم والبصل. هنعمل كده نوع نشويات كده هيبقى سريع ان شاء الله وجميل هيعجبكم باذن الله. انا هنا معايا ربع كيلو من لسان العصفور اللي هو بالشكل ده. دلوقتي انا بحمره، وهاخد معاه شعريه. ده كيس شعريه اللي هو ده ب3 جنيه. حمرته كده عشان هاخد نصه مع العدس والنص التاني هاخده مع لسان العصفور، بس هنا حمرته مره واحده. طبعا هنا البطاطس اللي بسلقها، وهنا العدس اللي سايباه عشان يبرد. هحمر كده لسان العصفور ما يوصل معايا للون الذهبي ده، وبعد كده هاخد نص الكميه دي واحطها معاه. وبعد ما يتحمروا بقى هضيف عليهم ايه. انا هنا معايا طماطم وبصله وتوم، هفرمهم في الكبه. معايا 3 حبات من الطماطم وحبايه بصل، ومعايا معلقه صغيره من الثوم. هفرم دول مع بعض في الكبه. شلت كده نص كميه الشعريه اللي هضيفها على العدس، والنص التاني ضفت عليه كده هنا لسان العصفور بعد ما حمرته بالشكل ده. بعد كده الشعريه بعد كده الشعريه كده ولسان العصفور معايا متحمرين. دلوقتي بقى هضيف عندي الطماطم والبصل والثوم اللي انا فرمتهم في الكبه. وبتحطي كمان معلقه صلصه، وهجيب دلوقتي الملح والتوابل وهزود ميه. حطيت كده زودت ميه وحطيت ملح وفلفل وكمون. تبقى بقى تغلي وتستوي، بس هخليها مفلفله مش هعجنها، يعني زودي لها ميه شويه شويه بسيطه. لو عندك مرقه ماشي، ما عندكيش ممكن تضيفي مكعب مرقه دجاج. هنا العدس بعد طبعا ما ضربته في الخلاط وصفيته رجعته كده هنا في الحله. هضيف بقى دلوقتي التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا، وهنا طبعا الشعريه المحمره هنزلها عشان بقى تستوي معايا هنا. مجرد بس ما الشعريه تستوي بعد كده هطفي عليه، وهحمر طبعا شويه بصل عشان ابقى يتزين بيه وش الطبق. البطاطس هنا عندي بعد ما اتسلقت وبردت، هنا انا حطيت دقيق وحطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه كمون، يعني التوابل اللي انت عايزه تضيفيها كل فيها دقيق، وحطيت معلقه خل واحده، وهعجن بالميه كمان. مش هعجن هنا كمان باللبن، المفروض تنعجن بلبن او ميه، فانا عشان طبعا حاجه اقتصاديه فهنعجنها بالميه. حاطه هنا بس شويه بقدونس صغيرين خضره، بخلي بقى السمك بتاعها بيبقى تخين كده. ودلوقتي هنزل بقى البطاطس فيها واخدها اقليها على طول في الزيت. خلاص كده هي كده بالقوام ده تبقى بالشكل ده. ننزل فيها البطاطس واقليها. اهي البطاطس البانيه بعد ما قليتها جباره يا جماعه، شكلها تقوليش فراخ بانيه، جميله قوي. واخر حاجه هعملها هعمل شويه ملوخيه ناشفه. انا جبت هنا الحله وحطيت معلقه سمنه صغيره، وحطيت هنا بصلايه مقطعاها مكعبات، وبحمر كده فيها. واول ما تديني اللون الذهبي او تدبل معايا هنزل عليها بطماطمايه مبشوره. دي طماطمايه واحده بشرتها، وهزود هنا ميه على قد بقى كميه الملوخيه تعمليها. انا هعمل مقدار طبقين كده صغيرين، والملح والفلفل والكمون، وهنا مكعب مرقه دجاج انا برضو اللي عاملاه نحطه كده طبعا عشان احنا عاملين بميه. اهو نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. هسيبهم بس يغلوا مع بعض عشان اضيف عليهم ملوخيه. هنزل دلوقتي بالملوخيه الناشفه واقلب. بسم الله.
تقلبي بقى وبتشوفي السمك اللي انت عايزاه او القوام. خلاص هي قوامها كده مظبوط بالنسبه لنا. هطفي بقى على طول. خلاص هي اول ما غلت معايا اطفي على طول عشان ما تسمرش. خلصنا كده الاكل بتاعنا. تيجي نشوف ونفتكر احنا عملنا ايه مع بعض. عملنا هنا البطاطس البانيه بشكلها الجميل جدا، مفيش فرق بينها وبين فراخ البانيه. وعملنا كمان طبق سلطه هنا بلدي، طبق سلطه اخضر. وهنا العدس سويته هنا بالبصل المحمر. طبقين عدس اهم، وهوريكم معايا قد ايه. شايفين باقي معايا الحله فيها قد ايه؟ يعني وجبه تكفي 8 اشخاص بربع كيلو. بس احنا بنحب نزود الشعريه كده فيها، بتخليها كده وتدفي وتغرفي وقت ما انت عايزه. بعد كده هي على فكره بتتقل، ونحط كده عليها البصل المحمر تبقى طعمها جميل جدا، تبقى طعم شوربه العدس جميل قوي. وهنا كمان الشعريه المفلفله اهي، ولسه كمان باقي في الحله في شويه. وهنا الملوخيه الناشفه اهم طبقين. انا ما زودتش قوي عشان الاولاد عندي مش بيحبوها. وعملت كمان لهم عصير هنا برتقال من اللي احنا مفرزينه. وعندي كمان العيش البلدي بتاع الطابونه يا جماعه، ده بتاع الطابونه يعني عشان تبقى الاكله اقتصاديه جدا جدا. يعني تكلفتها مش هتدخل معايا. ربع كيلو العدس تقريبا ب6 جنيه، واستخدمت يجي نص كيلو طماطم واللي ب3 جنيه، ونص كيلو بطاطس ب2 جنيه. والحاجات باقي الحاجات طبعا موجوده من عندك، بصل وكلام ده وكلام وحاجات من دي. يعني لو هتشتري كل حاجه. وهنا طبعا عندي كيس شعريه اللي استخدمته ب3 جنيه كمان، وربع كيلو من لسان العصفور. المهم ان التكلفه كلها مش هتتعدى ال15 جنيه. يعني تكلفه الاكله دي وتكفي من 6 ل8 افراد كمان، لان بقول لكم لسه معايا في شعريه وفي عدس كتير. ولو انت طلعت شويه مخلل من عندك مش عارفه ايه، لو انت عايزه ايه تزودي. يعني صراحه حاجه اقتصاديه وجميله جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزاه بقى يوصل لايكات كتير كتير. عايزه لايكات بقى كتير قوي لما يعجبكم الفيديو. اترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة، ويشرق فيها شعاع الأمل. وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.